على بركة الله نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن، اللهم آمين يا رب العالمين. اتفضلوا معانا. الكبدة ما بتتعملش غير بالطريقة دي. أيوة، اعمليها بأحلى وفعلا بجودة أنظف وبأفخم طريقة المحلات. يعني المحلات اللي انت بتروحي تاكلي عندها الكبدة بتتعمل بالطريقة دي، حرفيا كبدة تحفة تحفة تحفة. تعالي معايا نص كيلو من الكبدة، سواء مستوردة أو بلدي، اعمليها بالطريقة دي. الكبدة ما تغسلهاش وعلى ضمانتي الشخصية. الكبدة صفيها، حطيها في مصفى وسيبيها براحتها ساعة ساعتين تنزل كل عصارة الدم اللي فيها. وبعد كده قطعيها زي ما انت تحبي بأي طريقة. وبعد كده هاتيلي المكونات السحرية بتاعتها، وهي بصلتين، فص توم كده مهروس، اغسليهم وتعالي ابشري لي البصلة واهرسي لي التوم. وتعالي معايا بعد ما صفينا الكبدة زي ما انتم شايفين في المصفاية، هحطها في بولة غويطة. وبعد كده هروح اعمل ايه؟ هروح احط مية البصل. معلش انا اسفة، المقطع ده اتحذف مني. مية البصل، عصرت البصلتين، حطيت المية بتاعتهم، فص التوم هرسته وحطيت التوم، وحطيت معلقة كزبرة ناشفة مطحونة، معلقة نص معلقة كمون مطحون، حطيت فلفل أسود نص معلقة، حطيت ملح على حسب الرغبة، حطيت برضو بعد كده نص أو ربع معلقة شطة سبايسي كده على حسب الرغبة. لو تحبيها ضيفيها، ما تحبهاش خلاص استغني عنها. وكده سيبي فعلا الخلطة دي في الكبدة، سيبيها، ممكن تسيبيها من بالليل واليوم التاني على الظهر اجليها وحمريها. طبعا انا لو مستعجله زي حضرتك كده اعمليها قبليها بساعه. يعني سيبيها بالمحلول بتاعها ده، بالتوابل بتاعتها، بالبهارات اللي حطيناها اللي ضفناها دي كلها، سيبيها. ودي ميه البصل بصفيها تاني اكتر، والثوم، وبقلب كل المكونات دي بتاعتي وهسيبها كده مجرد مده يعني ساعه، أقل حاجة ساعة، علشان تشرب من فعلا الثوم ومية البصل والبهارات اللي حطيناها. تعالي كده هاتيلي كوباية ردة من نخالة الدقيق، برضو انخليها مرة واثنين وثلاثة عشان تتفادي أي مثلا أي شوائب. وبعد كده هاتيلي معلقتين من من الدقيق، حطيلي على معلقتين الدقيق دول حطي ملح، حطي كزبرة، حطي معلقة لبن بودر، حطي يا ستي الكل توم وكزبرة ناشفة مطحونة وملح يعني بسيط جدا، عشان ما تنسيش ان احنا ملحنا الكبدة قبل كده. قلبي لي كل البهارات الحلوة دي وقلبيهم علشان ايه؟ يبقوا كلهم واخدين من طعم بعض. هنقلب النخالة بتاعت الردة والدقيق وكل الحاجات اللي احنا ضفناها، نقلبها. بعد ما نقلبها تكون الكبدة بتاعتي قعدت كده ساعة في البهارات اللي احنا ضفناها لها، وكده ايه اتشربت منيها. وتعالي نمسك كده الكبدة ونحط طاسة كده على النار، ونحط لها كده ايه، حبة زيت كده، ونسيبها ايه تسخن مع نفسها، علشان لازم تعملي صدمة للكبدة وهي ايه، اول ما تحطيها كده في الزيت تتحمر، علشان ما تنزلش معاكي اي دم يكون فيها. وشايفين الكبدة ازاي يعني فعلا اتشربت ومطعمة من البهارات اللي احنا ضفناها. حطيت الملح في الاخر عشان نسيت، علشان انا برضو ما كنتش مملحاها كويس، فضفت حبة ملح في الردة وفي باقي المكونات اللي احنا ضفناها. هجيب الكبدة كده زي ما انتم شايفين، قطعيها، رهفيها ارهف من كده، على حسب ما انت تحبي. ويا ريت تتعمل بالطريقة دي، يعني بتبقى أحلى، علشان يدوب تتحمر كده وتبقى معاكي حلوة وليها طعم كده، وإيه بتكون فيها يعني إيه. لو انت برضو عايزة تعمليها مقرمشة، حطي معلقتين نشا على المكونات دي اللي هي مكونات الردة، علشان يعني ايه تقرمشها لك شوية. انا بحبهاش مقرمشة، انا بحبها طرية، واستغنيت عنها. وكده انفضي الردة منها، انفضيها كويس، وبعد كده ايه روحي وحطيها على الطاسة اللي هي بتقدح على النار. هتضيفي واحدة واحدة وتشربيها من النخالة بتاعت الردة، حطيها وطعميها. وبعد كده يا ست الكل انفضيها لي وروحي
حطيها. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ التلحيسة بتاعت اللي احنا بنجيبها مع الكبدة. هنحط كده ايه معلقتين من لسان العصفور، هنحمرهم يا دوب كده ياخدوا لون يصفر، وبعد كده هركن الايه لسان العصفور ده. وبعد كده هروح اجيب حلة تاني على النار، واروح يا ست الكل احط فيها ايه معلقة سمنة، وبعد كده هروح احط ايه، هحط البصل بتاعي. وزي ما انتم شايفين الكبدة بتاعتي هضي فيها وانت مطمنة كده، وهي على طول تاخد صدمة تقفل كل المسام بتاعتها وتشتغل معاكي وتتحمر وتبقى زي الفل. حطيها كده وحطي واحدة واحدة وانزلي معاها واسبيها تتحمر، وبعد كده قلبيها. ما بتاخدش وقت معاكي نهائي، فعلا طعمها زي المحلات. وادي البصلة زي ما انتم شايفين انا بنزلها كده علشان اديها لون واحمرها، وبعد كده تتحمر. وانزلي عليها برضو ايه بشوية فلفل اخضر رومي، فلفل احمر، زي ما تحبي ضيفي. وكده معايا كان الكبدة كانت استوت، وادي البصلة حمرت وخدت لون. هضيف لها فلفل اخضر الوان او فلفل اخضر رومي، ضيفي زي ما انت تحبي الفلفل. وبعد كده قلبيهم خليها تاخد طعم الفلفل البصلة. وبعد كده تضيفي خدت لون، ضيفي بقى ايه لسان العصفور. وفي نفس الوقت هاتي الكبدة المفتفتة اللي انت حمرتيها والبواقي منيها ضيفيها برضو عليهم. وبعد كده هاتيلي طمطمتين كده حلوين اعصريهم واضربيهم. وبعد كده يا ست الكل ادي الفتافيت بتاعت الكبدة ضيفيها عليهم، وحطي عصير طماطم واسبيهم كده مع نفسيهم، وهدي النار خالص وخليها تستوي. انا كده بوريكي ان هي لسه ما استوتش، وبضيفها كده ايه شويه. وطبعا انت مش شايفه من البخار، انا هاخد كده معلقه وتعالج فيها معايا، هتبقى لسه يا دوب عاملاها وما كانش ايه لسه استوت. ههدي عليها النار خالص واسيبها براحتها لحد ما تستوي. بس كده نسيبها براحتها مع نفسيها. وبعد كده عملنا شوية رز، حبة رز حلوين كده معصفرين زي ما انتوا شايفينهم. وطبعا خلصنا كل الأكل بتاعتنا، ونروح نغرف طبعا على طبق التقديم بتاعي. وادي الكبدة كان آخر شوية، بصي لا اتحروجت ولا الزيت بتاعها اتحروج ولا أي حاجة. وفعلا تحفة، أنصحك اعمليها، هتستغني عن أي كبدة تانية هتعمليها، وهتعمليها غير بالطريقة دي. طعمها حلو خطير. حطيها على مصفى، حطيها براحتك. أنا كده كنت حطاها على مصفى وبعد كده حطيتهم على الطبق. وبعد كده أكيد طبعا الأكل شارح نفسه والمنظر خطير زي اللي بره. بدل ما تجيبي لك طلب تبقى يعني ايه تدفعي فيه مبلغ وقدره، يا ست الكل اعمليه في البيت وعلى ضمانتي. الكبدة اللي بالردة، الكبدة اللي بالتلحيسة اللي انت بتشتريها من بره بشوية الرز، دول بمبلغ وقدره فعلا، بس انت بتعمليه من بين ايدك. طبعا تحفة. يا ريت كده ما تنسوناش فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة، وتدوسوا لنا لايك علشان نرفع الفيديو لأكبر عدد ممكن. وما تنسوناش ايضا بايه بالكومنتات الحلوة اللي بتديني دعم وحافز ليا. شكرا لكم وشكرا مشاهدتكم، والى اللقاء.